بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم، في جزء من سير النبي صلى الله عليه وسلم، في برنامج خاص أنتم تعرفونه رسالة سلام. وهدف هذا البرنامج هو إرسال رسائل السلام من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصناف البشرية. وها نحن في صنف النساء، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهن. وذكرنا في حلقات مضت أن الإسلام احترم المرأة وقدرها ورفع شأنها، بل أنه سمى سورة من سور القرآن الكريم باسمها. فسورة النساء تعتبر سورة عظيمة وحية تتحدث عن قضايا كثيرة تهم المرأة ومكانتها. وفي الواقع النبوي الشريف والسيرة الطاهرة تبين وتبرهن لنا كيف عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرسل الرسائل الطيبة من رسائل السلام، ويحقق الأهداف الفاضلة مع النساء. فذكرنا في الحلقات الماضية مجموعة من تعامله صلى الله عليه وسلم ومواقفه عليه الصلاة والسلام مع النساء، واستمرارا واستكمالا لتلك المواقف وتلك التوجيهات النبوية الكريمة. نقول كان من عادة النساء أنهن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشهدن الجمع والجماعات، ويشهدن الفروض، ويشهدن أيضا النداءات الخاصة للمؤمنين. فإذا قيل الصلاة جامعة لأمر هام يريد أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع، فإنهن كن حاضرات مثل هذه المؤتمرات أو الاجتماعات الخاصة، بل إنهن قد حضرن المؤتمر العظيم وهو حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين لنا أن المرأة حاضرة، وأنها موجودة، وأن لها دور عظيم في توجيه الأمة، وأنها نقلت للأمة البشرية كثيرا من العلوم الشرعية وكثيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يمكن معرفته إلا عن طريقها. فالمرأة نصف المجتمع، لا بل هي المجتمع نفسه. إذا قيل أنها هي المجتمع نفسه لم يكن ذلك بعيدا، لأنها هي الأم المربية التي تصدر لنا المجتمع الثاني. فإذا كان المجتمع مكون من ذكر وأنثى، فإن هذا الذكر يخرج من أحشاء وأمعاء ورحم هذه المرأة، ثم يظل في حضنها، هي التي ترضعه من العلم والتربية والغذاء والدواء والتوجيه حتى يصبح قائدا. فأولئك القادة العظماء من الذي رباهم؟ من الذي رباهم وكبرهم وعلمهم وشد من أزرهم؟ إنها المرأة. فخرج من القيادات أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان
وعبد الرحمن بن عوف، العشرة المبشرين والمهاجرين والأنصار والقادة العظماء في خلافة الأمويين والعباسيين وفي خلافة الأندلسيين والفاطميين وغيرهم، كل هؤلاء الأبطال الذين خرجوا في هذه الخلافات إلى عهد آخر خلافة إسلامية خلافة العثمانيين، فإن هؤلاء الرجال كانت أمهاتهن هن اللاتي ربينهم. إذن المرأة حاضرة في الإسلام ولها دور عظيم، لكن من هذه المرأة التي تصدر لنا رجالا؟ لما خرجت المرأة من بيتها وأصبحت سافرة متبرجة لم تخرج لنا إلا أصحاب الخمارين والخمارات وأصحاب الفجور والفسق وأصحاب البلاء. نعم، المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، لا يمكن أن تنتج رجالا، لكن حينما تكون ترعى حدود الله عز وجل في بيتها وفي زوجها وفي أبنائها تصنع الرجال. وإن شئتم اقرأوا في سيرة صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، كيف ربت الزبير رضي الله عنه وارضاه. اقرأوا التاريخ وأنتم تنظرون كيف هذه المرأة الجزلة البطلة القوية كيف أنتجت لنا الزبير بن العوام الذي كان يقاتل بسيفين ولم يجر أحدا في مقاتلته وجها لوجه إلا قتل، ولذلك كانت نهايته أنه مات غدرا، تركوه الخوارج يصلي فلما دخل في الصلاة جاءوا وقتلوه. نعم، هكذا تقتل الأبطال، هكذا قتل عمر بن الخطاب قتل غدرا، هكذا قتل علي بن أبي طالب قتل غدرا. الأبطال يقتلون غدرا أيها المجتمع الإسلامي. نقول استمرارا لذلك كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع والجماعات. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، يعني ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما يرددها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، صلاة الجمعة. وكان هذا من هديه الذي قطع حقيقة والذي ترك من قبل أئمة المساجد، أنهم لا يقرؤون سور القرآن كاملة. يعني قاف والقرآن المجيد لو قرأت يعني في المنبر لا تأخذ أكثر من دقيقتين أو ثلاثة. نعم، وفيها من التوجيه والوعظ والتخويف والوعيد والرجاء والخوف الكثير، الشيء الكثير. وذلك الأمة بحاجة ماسة إلى مثل هذا. يا ليت أيضا الأئمة إن لم يستطيعوا قراءتها غضا كما أنزل فإنهم يستطيعون أن يفسرونها على الناس ولو عبر العديد من الجمعات. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا أن المرأة حفظت هذه السورة من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنا يشهدن صلاة الفريضة معه في المسجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أو لا يعرفهن أحد من الغلس. نعم. الغلس هو ظلام الفجر، يعني الظلام الذي يتبقى في آخر الليل بعد دخول الفجر، تبقى جزء بسيط من الظلام، هذا يسمى الغلس. قالت ستنا عائشة: كنا يخرجن يشهدن الصلاة، يعني يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن، يعني متحجبات بحجابهن،
ثم ينقلبن إلى بيوتهن. وهنا يدلك على مشروعية الحجاب والاهتمام به، وحتى للخروج إلى الصلاة، بل هو الأوجب حينما تخرج المرأة إلى العبادات، الصلاة، العمرة، الحج، تكون أكثر ما تكون متحجبة ومتدينة وقلبها متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز للنساء أن يصلين الفجر، لكن هذا في بلدنا هل هو وارد؟ هل النساء يصلين في المسجد؟ مع الأسف في أسمرة لم أشاهد مسجدا فيه مصلى للنساء، أنا لم أقف عليه، ربما يكون موجود. قيل لي أن مسجد الشيخ عثمان زفي رحمه الله كان عنده فرع من مصلى للنساء، وظل هذا الرجل يدعو إلى الله بالتوحيد ويدافع عن هذا الفرع مصلى النساء حتى مات. فلما مات رحمه الله رحمة واسعة جاء من بعده بإلغاء مصلى النساء وأبقهن في بيوتهن. طبعا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بلا شك أن المرأة تصلي في بيتها أفضل لها أن تصلي في مسجدها، ولكن منعها من المسجد لا يجوز. لماذا لا يجوز معاشر المسلمين؟ لأن في المسجد يحصل فيه الكلمات والمواعظ، ويحصل فيه اللقاء المؤمنات بعضهن بعضا، ويحصل فيه التكريم للفائزين والفائزات، ويحصل فيه اختلاط المجتمع بعضه بعضا في بيت من بيوت الله. فإذا منع الإسلام المرأة أن تحضر هذا المكان الذي يجتمع فيه الأخيار، فإن المرأة ستضطر أن تجتمع في أماكن أخرى كالأعراس والمقاهي والأسواق وما إلى ذلك. فالأولى بها أن تجتمع مع أخواتها المسلمات في الجمعة. لعل هذا يكون إحدى الأسباب، وإلا فنحن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لا يجوز لنا معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء علمنا الحكمة من ذلك أو لم نعلم، سواء وقفنا على السبب في ذلك أو لم نقف. وبالتالي وجب علينا الطاعة من وزارة الأوقاف أن تسمح للنساء أن يصلين في المساجد، وأن يكون هناك مصليات لكذا. أما بقية المدن ككرن وقندع وعد قيح ومصوع وإلى غير ذلك من مندفرة، لا أدري هل هناك مصلى للنساء أو لا، أم هي جرت العادة بالمنع، الله تعالى أعلم. نعم. لكن المرأة إخواني المشاهدين والمشاهدات ممنوعة أن تخرج إلى المسجد وهي متعطرة أو عليها المكياج ووجهها مكشوف، أو أن تخرج بالزينة فتلبس العباءة المطرزة والعباءة المخصرة أو العباءة المعطرة، كل هذا محرم لا يجوز. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، ولكن يخرجن وهن تفلات، يعني غير متزينات. نعم. ولا يخفى مشاهدي الأكارم عن شريف علمكم أن المرأة إذا خرجت متعطرة متزينة تجذب قلوب الرجال فيقع الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وأقوى من هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث عظيم. وأخواتي الفاضلات، هذا الحكم ليس خاصا بالخروج إلى المسجد فحسب، بل حتى الخروج إلى الأسواق وإلى المنتزهات، بل حتى وإلى الأقارب وما إلى ذلك والصديقات، لا يجوز الخروج أن تخرج المرأة متعطرة. ومع الأسف والله أحيانا أنت تمر على بعض الأخوات الفاضلات تجد أن من جسدها يفوح ريحا طيبا، ريحا عجيبا، وهذا لا يجوز، وهي ما شاء الله في حجابها وفي، يعني يجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الخروج، سواء خرجت إلى المسجد أو إلى السوق، لا يجوز لها أن تخرج متعطرة. بعض الأخوات الفاضلات وهن حقيقة من أهالينا وبناتنا يصطحبن الطيب الذي هو خفيف، لا يبقى في الجسد أكثر من ربع ساعة نصف ساعة فقط ثم يزول، تصطحب معها هذا الطيب، فإذا دخلت المكان الذي تريد تتطيب ثم تباشر بالسلام وتبقى فيه فترة، فإذا خرجت يكون الطيب قد ذهب، وبهذا تكون قد خرجت من الحرج الشرعي. هكذا رأيناهن الزوجات والبنات والأخوات ما شاء الله حريصات على هذه الطريقة من الفعل. ولذلك أدعو بقية الأخوات غفر الله لنا ولهن. أحيانا أنت تكون ساكن في عمارة واحدة و يعني تصعد المصعد الكهربائي وتصعد معك مجموعة من النساء والرجال، وكذا تجد من هؤلاء النساء من يفوح عطرها. أنت الآن في مكان مغلق يعني مترين في متر وهي معك، يفوح هذا العطر. هذا لا يجوز يا أخواني، لا يجوز أبدا. من المرأة المسلمة المتعطرة لا يجوز لها أن تفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، سواء كانت نيتها ليجدوا ريحها أو لم يكن عندها نية بغض النظر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت العلة هي إثارة الرجال، فسواء نوت أو لم تنوي فسوف يثار الرجل، يثار بهذا العطر الفواح، تثور شهوته تجاه المرأة فيقع الحرام والعياذ بالله. ولذلك الحذر الحذر معاشر الأخوات، بارك الله فيكم. ومع هذا التوجيه النبوي الكريم في الحث على خروج المرأة للصلاة في المسجد وتحريم الرجال أو توجيه الرجال وتحريم عليهم أن يمنعوها، مع هذا فإن الشارع الكريم قد وجهها أن تصلي في بيتها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر في رواه الإمام أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم. بالمناسبة هناك لوثة خرجت من بعضهم هداهم الله في اتهام العالم الرباني الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقيل في بعض الأقوال الظالمة. هذا الرجل
العالم البحر الذي أحيا الله عز وجل به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجدد لهذه الأمة دينها. ونص على ذلك الشيخ العالم الرباني أيضا ابن باز رحمه الله حينما سئل: هل أنت قلت أن الألباني من المجددين في هذا العصر؟ قال الإمام ابن باز: لا، لم أقله، ولكن الآن أنا أقوله. فقال أن الإمام ابن الألباني رحمه الله هو المجدد لهذه الأمة، خاصة فيما يتعلق بالحديث. وقد رفع الله عز وجل شأن هذا الرجل فجعل حكمه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما معتمدا لدى جامعات العالم قاطبة. كل جامعات العالم الإسلامية إذا قال الباحث في العلوم الأكاديمية باحث بحثا علميا فقال صححه الألباني أو ضعفه الألباني برئت ذمته، وتعتمد الجامعات هذا القول. كفى به شرفا، كفى للألباني شرفا هذا الفضل العظيم أن الله سبحانه وتعالى جعل كلمته مقبولة لدى هؤلاء العالم في جميع أنحاء العالم، في جميع جامعات العالم. أنت اذهب إلى جامعات دول الخليج وجامعات آسيا، شرق آسيا وأوروبا وغيرها من الجامعات الإسلامية، إذا قيل صححه الألباني أو ضعفه الألباني هو الحكم، مهما كان هناك من يخالفه في التضعيف والتصحيح فإن قوله رحمه الله تعالى هو المعتمد، وقول غيره ولو كان صائبا غير معتمد. هذا الشرف العظيم أن له أن يجده لولا فضل الله سبحانه وتعالى وما قام به هذا الرجل فترة 70 سنة من البذل والجهد والتدقيق والتحقيق، ويجلس بالساعات الطوال وهو يدافع عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على الأمة أن تترحم على مثل هؤلاء العلماء الربانيين الذين بذلوا الجهد وأعادوا الناس إلى السنة النبوية، أحيوا السنة وأماتوا البدعة. مثل هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم يجب على الأمة أن تحترمهم وتقدرهم وتقرأ كتبهم وتنشرها وتطبعها وتوزعها قدر المستطاع، لأنهم علماء ربانيين. لأن الواجب علينا أن نتبع هؤلاء الذين حقيقة لم يخشوا في الله لومة لائم، وقالوا كلمة الحق وماتوا على ذلك رحمه الله رحمة واسعة. هذا هامش كان لابد علينا من ذكره لأننا قلنا صححه الألباني في سنة. نعم. ومع كل هذا فصلاتهن في بيوتهن أفضل، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. مشاهدي الأكارم، المرأة الأصل فيها أن تبقى في بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالقرار في البيت هو الأصل للمرأة، أن لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو للحاجة، إلا للضرورة أو للحاجة. الضرورة كالذهاب للمستشفيات، والذهاب إلى مثلا العزاء لأقاربها، أخيها، أمها، أبوها، أقارب الأقربين، تذهب وتعزي. هذه الضرورة. الحاجة كأن تكون مثلا تريد أن تشتري بعض الملابس لنفسها ولعيالها وأبنائها فتنزل، ولكن تنضبط بالشروط. هذا هو الأصل. ولذلك جاءت الشريعة في إبعاد المرأة عن الرجال قدر المستطاع، قدر المستطاع. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في المرأة؟ يقول حينما يأتي التوجيه النبوي بمنع الرجال للنساء، منع الرجال أن يمنع النساء للذهاب إلى المساجد، يأتي التوجيه: خير صفوف النساء آخرها، وخيرها وشرها أولها.
وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها. يا سلام. فتبدأ الصفوف عند النساء من الخلف، فالمرأة الحريصة على بعد عن الرجال يكون صفها آخر الصفوف، آخر جدار المسجد، فإذا امتلأ هذا يبدأ الصف الذي بعده، فإذا امتلأ يبدأ الصف الذي بعده حتى يكتمل الصف باتجاه الرجال في الحد الذي يضعونه، سواء كان ساترا أو كان خطا. رأيتم؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأجر والثواب: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل ذلك حرصا على البعد عن اختلاط الرجال قدر المستطاع. ولذلك حثها عليه الصلاة والسلام أن تصلي في داخل حجرتها، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في دارها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها خير لها في صلاتها في دارها. يعني الدار كأنه يعني الفناء، فناء الدار، والبيت هو في الداخل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وصلاتها في حجرتها، يعني غرفة النوم، خير لها من صلاتها في بيتها، يعني في الصالة أو في داخل فناء البيت. أيتم؟ فكل ما كانت بعيدة، طبعا غرفة النوم هي خاصة، ما في بعد هذا، يعني وين تروح الآن؟ غرفة النوم هي آخر شيء تبقى فيه المرأة مع زوجها، هو مكان الستر، هو مكان خلع الستار، عفوا، غرفة النوم مكان خلع الستار. فلذلك حينما تصلي في هذا المكان الذي هو يعتبر آخر مقر لها يعظم أجرها، أجر صلاة هنا أعظم. لكن مستوى الأجر لا نعرفه حقيقة، لم نقف عليه، ولا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد الأجر والثواب مقداره كم، ولكن حينما يقول خير 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 لا شك أن هذا تفاوت في الأجر والثواب، تفاوت في الأجر والثواب. فالمرأة العاقلة هي التي تحرص على أن تصلي في حجرتها، لأن هنا الأجر أعظم. فتأتي يوم القيامة وعندها أوزان هائلة من الأجر. لماذا؟ لأنها صلت في حجرتها، بخلاف التي لا تهتم، سواء صلت في الصالة، صلت في الحوش، صلت في المسجد، لا تهتم. هذه تختلف عن هذه. ولذلك موازين الناس تختلف يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأين هذا من دعاة الاختلاط ومن دعاة خروج المرأة من منزلها ومشاركتها للرجل في العمل؟ أين هؤلاء عن هذا التوجيه النبوي الكريم في الحث على إبعادها تماما عن الرجال قدر المستطاع؟ لأن في اختلاطها يحصل الفساد ويحصل الشر. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام. لأجل أن تسلم المرأة من التحرش ومن الاغتصاب ومن بناء العلاقات المحرمة، جاء الإسلام بإبعادها قدر المستطاع عن تجمعات الرجال. فأين من يهتم بهذا؟ أين من يهتم من المسلمين والمسلمات؟ يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا، وليس المسؤولين. المسؤول إن استطاع أن يقيم هذا فخير وبركة، وإن لم يستطع فسوف يحاسبه الله عز وجل. لكن الكلام كله على أفراد المجتمعات، يعني رب الأسرة مسؤول عن هذا. كيف يسمح لموليته أن تخرج من البيت وهي غير محتاجة؟ وإذا كانت محتاجة فلا بأس أن تخرج بالشروط التي ذكرناها، لكن لابد أن تعلم الأمة أن هذا هو الأصل أن تبقى المرأة، فينفق عليها أبوها، أخوها، عمها، هكذا بحسب درجاتهم في القرابة. ولذلك أوجب الله عز وجل أن ينفق الرجل على زوجته وعلى أمه
وعلى بناته أوجب الله عليهم، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ويجب على المرأة أن تقبل ما ينفقه عليها ولي أمرها، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا لينفق ذو سعة من سعته، ولا يجوز لها أن تخرجه عن طوره وأن تطالبه بما لا يستطيع، لا يجوز لها ذلك إلا تكون آثمة في نشر الفساد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. إذن هذه سنة واضحة، لا يحتاج أن نطيل فيها، يعني لا يخرج عن هذا إلا من كان والعياذ بالله علماني ضعيف الإيمان عدو للإسلام والمسلمين، فيه النفاق، فيحارب الإسلام ويدعو المرأة أن تخلع الحجاب، أن تختلط بالرجال، أن تفعل الفواحش والمنكرات ولو بأسلوب تدريجي حتى تقع والعياذ بالله في الفاحشة. هذا عدو الإسلام والمسلمين، لابد أن نعرف هذا جيدا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: ناضحان كان لنا لأبي فلان زوجها، يعني حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. يا سلام يا سلام. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة معي. نعم. هذه إخواني المشاهدين أم سنان يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تحج معه. كذلك أيضا قصة أم معقل، خلينا نقرأ قصة أم معقل أيضا ثم بعد ذلك نشرح. عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل جعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، يعني مات، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل أو معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه مختصرا، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. اللهم زد الألباني شرفا وقدرا وإمامة يا أكرم الأكرمين. مشاهدينا الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين، مرة في فترة البعثة ومرة في فترة الهجرة، والتي في فترة الهجرة كانت حجة الوداع، وقد ندب لها النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين أنه حاج هذا العام فلتحجوا، يعني من استطاع فليحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام قرابة 120,000 حاج، وقيل دون ذلك. اجتمعوا معظمهم في ميقات المدينة ذي الحليفة. انتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم وليلة في ذي الحليفة، فلما اجتمعوا توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الطريق المعهود، ليس طريق الهجرة، لا، الطريق المعهود اللي سير القوافل. وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه.
حج مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه عليه الصلاة والسلام، حتى أن جمل صفية في الطريق برك، فأشعروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عليه الصلاة والسلام وقد أوقف القافلة، رجع لزوجته صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية، ولكنها طبعا أسلمت، بل هي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يا سلام يا سلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله وإن كان فيه ضعف، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها فرآها تبكي، فقال: ما لك؟ قالت: برك الجمل، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين ومسح الدموع عن وجهها. يا سلام، أي تعامل هذا يا جماعة! انظروا هذا النبي الكريم العظيم صاحب الحنان والرومانسية العالية والشفقة العظيمة. أولا أوقف القافلة، ثانيا رجع هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يرسل رسولا ولم يقل: يا فلان اذهب اعطيها جمل قليلا تلحقنا، لا، بل عاد بنفسه عليه الصلاة والسلام ليقف على احتياج زوجته صلى الله عليه وسلم. أين دعاة الغرام والحب عن هذا؟ أين هم؟ هذا هو الحب الطاهر حينما يكون مع الزوجات، الحب الطاهر العفيف الجميل حينما يكون مع الزوجات الحبيبات العشيقات، وليس مع المعشوقة المحبوبة التي لا تربطك بها لا عقد ولا نكاح ولا يربطك بها حتى ملك اليمين، لا يربطك بها ملك اليمين. فألا نستحي من الله؟ كيف يعني نعشق أو نحب من لا تحل لنا؟ ألا نستحي من الله؟ هذا الإسلام قد أباح لك، تعامل يا أخي مع هذا العشق والرومانسية العالية مع زوجتك. هذا النبي عليه السلام يأتي ويعود ويمسح بيده الشريفتين دموع زوجته صفية بنت حيي بن أخطب. لم تكتمل القصة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش أن تردفها معها، لأن جمل زينب بنت جحش كان قويا، فقالت: أأردف أنا يهوديتك هذه؟ جاءت الغيرة بين النساء، ومع الأسف لا حول ولا قوة إلا بالله، كتب الله الغيرة على النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر زينب بنت جحش شهرين، والحديث مسند الإمام أحمد، اقرأوه وإن كان فيه ضعف. هاجرها شهرين، وبعد أن عاد عليه الصلاة والسلام من حجته صلى الله عليه وسلم، بعد أن هجرها شهرين قبل أن يموت، زارها أو رجع إلى بيتها وصالحها صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان هذا الأمر في بيت النبوة، ما بين عشق وحب، وما بين خلاف وخصام، وما بين هجرة كان هذا هو الجو النبوي. فيا معاشر المسلمين، عيشوا أجواء النبوة، فإنها هي الطبيعة الطاهرة الموافقة للفطرة، هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وجعله بشرا مثلنا، يحب ويكره ويغضب ويرضى صلى الله عليه وسلم. هذا موقفه عليه الصلاة والسلام. طبعا انظروا أيضا، اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة فقط تجاه زينب بنت جحش، ولو كان غيره لربما ضربها أو قتلها أو فعل ما فعل. هجرها شهرين، وما أعظمه حقيقة من عقوبة أن تبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدي الأكارم، نحتاج أن نجلس وقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجمع كل النصوص التي تتحدث عن
حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وبالذات التي فيه شيء من الرومانسية والعلاقات الحب والمزاح الجميل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا يحتاج إلى أن ندرسه دراسة، يجب على الأمة الإسلامية أن تدرس هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو مدرسة صلى الله عليه وسلم، كل قوله وفعله وحي من الله سبحانه وتعالى. إذا أخطأ في شيء نزل جبريل فيصححه له. ولذلك حينما تدرس مسابقته عليه الصلاة والسلام لعائشة وتستخرج الفوائد، نومه صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة وتستخرج الفوائد، نداؤه لأم سلمة وهي حائض أن تدخل في فراشه وتستخرج منه الفوائد والخيرات. هو هذا النبي الذي أمرنا أن نتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله عز وجل يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. معرفة الرسول لا تعني أن تحفظ اسمه فقط، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن لا، إنما أن تعرف اسمه عليه الصلاة والسلام وتعرف سيرته العطرة من الأقوال والأفعال والتقرير، وأن تعرف حتى عاداته عليه الصلاة والسلام. والحمد لله قد حفظ الله لنا هذه السيرة النبوية بأمثال الألباني رحمه الله تعالى. هذا أحد الأبطال وأحد الأسود وأحد العلماء الربانيين الذي قضى وقته كله ليحفظ لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة نقية ليس فيها أي غبش. فرحم الله الألباني ورحم الله علماء الأمة من الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، كل العلماء الربانيين. نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. ونخص بالرحمة أهل الحديث، نخص بالرحمة أهل الحديث رحمهم الله رحمة واسعة. وقد دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فأداها فوعيها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.